شيع أبناء المكون التركماني في محافظة كركوك صباح اليوم جثماني الشهيدين علي هاشم مختار أغلو نائب رئيس الجبهة التركمانية وأحمد عبد الواحد قجا معاون محافظ صلاح الدين اللذين طالتهم أيادي الغدر والإرهاب وسط ساحة الاعتصام في قضاء طوس خرماتو بمحافظة صلاح الدين. الشهيدين علي هاشم مختار أغلو وأحمد قجا استشهدا من أجل المطالبة الحكومة المركزية بأبسط الحقوق التي يتمتع بها الشعب التركماني وهو الأمن. الاعتصام سوف لن ينتهي وهذه هي بدايتها، وليكن في علم الحكومة إننا كنا وما زلنا من أخلص الشعوب على أرض الوافدين. نطالب الحكومة العراقية وكذلك البرلمان العراقي وقف نزيف القومية الثالثة هم التركمان، القومية الوحيدة التي لم تحمل سلاح وليست لها ميلاد لحد هذا اليوم. الواضح للجميع أن الحكومة المركزية قد قصرت كثيرا في حماية التركمان وفي حماية منطقة طوس بالذات. هذه المنطقة التركمانية العريقة التي تغنت بها الشعراء كثيرا، وقد رفض الشعب التركماني بشهداء منذ أيام النظام البائد. نطالب الحكومة بالإسراع بتشكيل قوة تركمانية وبتعويض كافة المتضررين. رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي من جانبه أكد بأن على الحكومتين المركز والإقليم القبول بتشكيل قوة تركمانية في المناطق التي يقطنها هذا المكون من أجل الحفاظ على الوجود التركماني في العراق. حكومتي الإقليم والحكومة الإتحادية إذا كانوا هم يريدون أن يحمي المكون التركماني عليهم القبول بمشروع تشكيل وقوة تركمانية خاصة بهم، لأننا يئسنا من القوات التي أتت إلى هذه المناطق وبدون حل. لذلك شهيدنا ليس أول شهيد لن يكون آخر شهيد، بل سنحن نبقى ونقدم شهداءنا للحفاظ على الوجود التركماني بالعراق. وبذلك يمكن القول أن مصير أبناء هذه القومية المظلومة سيظل بعيدا عن حسابات ولاة الأمر الذين أكدوا من خلال صمتهم المرير أن للتركمان رب يحميهم. من محافظة كركوك نجف أغلو، الغدير الفضائية.